قبل أن نبدأ أحبتي المشاهدين، تحية من القلب إلى كل من يتابعنا، إلى كل من يمنحنا من وقته، إلى من يتفاعل يشارك ويدعم هذا العمل. تواجدكم معنا هو ما يمنح للكلمة قيمتها وللخبر وزنه، وهو ما يجعلنا نستمر يوما بعد يوم. لذلك لا تنسوا أن تتركوا لنا بصمتكم، فإن دعمكم هو زادنا للاستمرار. جزاكم الله كل خير، ولكم منا جزيل الشكر والتقدير. والآن إلى تفاصيل الطقس في ربوع المغرب. غدا ومع توالي الأيام المقبلة بإذن الله، تدخل الأجواء المغربية مرحلة من التقلبات المتتالية، وكأن السماء تعيد ترتيب فصولها بطريقتها الخاصة. فبعد أيام اتسمت بالاستقرار والهدوء، تتسلل ملامح التغيير رويدا رويدا، وتبدأ حركة الهواء في الشمال تدفع بسحب متناثرة نحو الداخل، بعضها خفيف وعابر، والبعض الآخر قد يتكاثف فوق المرتفعات ويترك خلفه زخات خفيفة على شكل مفاجآت خريفية مبكرة. الرياح لن تكون غائبة عن هذا المشهد، بل ستكون حاضرة بقوة في بعض المناطق، ترافقها نسمات منعشة في أحيان ومثيرة للغبار في أحيان أخرى، خاصة في المساحات المفتوحة والسهول التي تعودت على التبدل السريع بين السكون والعصف. وفي سواحل البلاد من أعالي الشمال إلى تخوم الجنوب، تتداخل التيارات البحرية مع حرارة اليابسة، مما يخلق تباينا واضحا في الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة في فترات المساء والصباح الباكر. هناك قد يشعر السكان ببرودة خفيفة في الهواء، كأنها رسالة مبطنة من فصل الخريف تعلن اقترابها. أما في المناطق الداخلية فالجو متقلب على غير العادة، فترات من الصفاء تنقلب إلى غيوم رمادية خلال ساعات قليلة، وربما تتخللها زخات سريعة وغير منتظمة، مما يتطلب من المواطنين والمزارعين توخي الحذر، خاصة في الأماكن التي تعرف عادة نشاطا فلاحيا أو تنقلا كبيرا. في الجبال وفي قمم الأطلس الجو سيكون مختلفا تماما، حيث تتجمع السحب وتتشكل ندف الضبابية كثيفة مع بداية اليوم، تتلاشى تدريجيا، ثم تعود مع المساء محملة ببرودة تلامس العظام، خصوصا في القرى المرتفعة والمناطق المعزولة. الجنوب أيضا سيكون له نصيبه من التغير، رغم أن المشهد يبدو مستقرا للوهلة الأولى، إلا أن التحولات الجوية لا تستثني أحدا. هناك قد تظهر بعض الزوابع المحلية، وقد تنشط الرياح في فترات الظهيرة دون سابق إنذار، ما يتطلب يقظة من سكان المنطقة، خاصة مستعملي الطرق والمسافرين عبر المسالك الصحراوية. لكن خلف هذه التفاصيل هناك ما هو أهم. أعزائي، نحن لا ننقل لكم فقط أجواء السماء، بل نحاول أن نبني معكم علاقة قائمة على الثقة والوفاء. هذه النشرة لا تكمل معناها إلا بكم. دعمكم، مشاركتكم، تعليقكم هي ما يحيي هذا المحتوى ويمنحه صوتا يصل لكل بيت ولكل فرد يهتم بما يحدث في سماء بلاده. وما دمنا نتحدث عن الغد، فلننسى الرتابة ونستعد ليوم مختلف. لا تستهينوا بتقلبات الطقس، لا تؤجلوا حذركم، ولا تتركوا التفاصيل تمر دون انتباه، لأن ما يبدو هادئا صباحا قد يحمل مفاجآت عند المساء، وما يبدو دافئا اليوم قد يصبح باردا في لمح البصر. نصيحة ختامية لكل من يسمعنا الآن: احرصوا على متابعة الأجواء ساعة بساعة، ولا تعتمدوا فقط على ما يظهر من خلف النوافذ. الجو أحيانا يخفي ما لا يقال. وإذا كنتم من محبي التنقل أو من الفلاحين أو من أصحاب الأنشطة الميدانية، فكونوا أكثر حرصا هذه الأيام. ابقوا معنا دائما واستمروا في دعمكم، فأنتم من يصنع الفرق. نحن هنا من أجلكم، وأنتم من يمنحنا الدافع للعطاء. في أمان الله، وأجواء طيبة لكم أينما كنتم.